أغمضي عينيك لثوان وتخيلي أقصى ما بالإمكان. أتعرفي؟ لا حاجة، افتحي عينيك فوراً. والآن فنحن نقف في قلب الرياض. هنا حديقة الملك سلمان، فيها ما يفوق الزمان، اسماً فقط حديقة، ولكنها مدينة خضراء في الحقيقة، تجمع أحباباً وأصحاباً، وتستقبل عائلات وشباباً، نتشارك فيها فنوناً شعبية، ترفيهاً واستعراضات جذابة، واحة. لكنها حقيقة ليست سرابة. ومن صخب المدينة إلى الطبيعة الخلابة، لتتنفسي بنقاء وتشعري أنك فوق سحابة. وكيف لمدينة أن تكون مدينة إن لم تقصديها اطمئناناً ومتابعة واستطبابا؟ لكل من لهم في القلب مكانة. وأولاً وأخيراً، المدينة ليست مدينة بعلو البنيان، إنما بعلو الإنسان، تعليماً وتهذيباً، علوماً وآداباً. لتجلس وحسب أو لتقرأ كتاباً، تجوبي الأنحاء وتعودي في جعبتك إجابة، لتجدي لرياضتك مكاناً يزيدك تمكناً وصلابة. وأياً كانت موهبتك، الغناء، الرسم، التمثيل أو الكتابة، هنا ستثمري وستجني نجاحاً وإعجاباً. مكان خال ما إن أمسكنا ترابا، انقلب عامراً مثل قلوبنا، مرحاباً مضيافاً لا يغلق أبداً أبوابه. وأما عن ضجيج القلب فليس لك إلا يا رب تعمر أركانه، ونتشارك الخبرات والمشاريع والاستثمارات، والنجاحات ذهاباً وإياباً. انقلب عالمنا أخضراً مثل قلوبنا. باختصار أكثر، اجتمعت قدرة العالم بقدرتنا. وبعد كل هذا، ماذا الآن؟ حلمك ستراه واقعاً في حديقة الملك سلمان.